النهاردة معانا سي دي جديد من مجموعة السيديهات اللي موجودة. السي دي مكتوب عليه ندى. فتحت السي دي ولقيت قصة، قولولي رأيكم فيها. بنبدأ مع ندى اللي بتقول: أنا اسمي ندى، عمري 24 سنة. من فترة قريبة بعد وفاة جدتي اتصلت بيا وقالت لي: بما إني قاعدة لوحدي، ما تيجي تقعدي معايا، كده كده انت خلصت امتحانات ومفيش وراكي حاجة. رحت. طبعا كلكم عارفين بيت العيلة والدفى بتاع بيت العيلة، بس كان دايما جدتي عندها عادات وتقاليد بتاعت زمان، زي ما تلبسيش شراب وانت نايمة، بلاش صفير بالليل. لكن دايما كان عندها عادة أو نصيحة تقولها لي دايما: اوعي تبصي في المراية الكبيرة اللي في أوضة جدك بعد الساعة 3 الفجر. ما اكدبش عليكم، كنت بسخر من الكلام، يعني ما كانش بالنسبة لي كلام حقيقي. المهم، عدى أول يوم، مفيش أي مشكلة والحياة لذيذة. لحد تاني يوم، الساعة كانت بالظبط 3 إلا 5، وأنا كنت قاعدة في الأوضة أتفرج على صور قديمة للعيلة. لقيت صورة غريبة جدا لفتت انتباهي. صورة جدتي وهي واقفة قدام نفس المراية اللي حذرتني منها. بس المفاجأة إن انعكاسها كان مختلف تماما عن اللي في الصورة. يعني جدتي كانت في الصورة بتبص على المراية، لكن الانعكاس كان بيبص على الكاميرا وبيضحك. مكدبش عليكم، أنا خفت، بس في عقلي قلت أكيد مجرد صدفة. الساعة بقت 3 بالظبط، وفجأة حسيت ببرودة في الجو شديدة جدا، مع إننا كنا في الصيف. حسيت كأن المكان كله مفيهوش ذرة أكسجين واحدة. بصيت ناحية المراية وأنا حاسة إحساس مش طبيعي، خوف على رعب، كأني هموت في نفس اللحظة. ببص على المراية لقيت انعكاسي كان واقف، مع إن أنا كنت قاعد على السرير. قمت بسرعة وأنا مرعوبة، بس المفاجأة إن انعكاسي فضل ثابت في المراية واتحرك ناحيتي. حاولت أصرخ بس الصوت مطلعش. الانعكاس مد إيده بره المراية ولمس إيدي، ومرة واحدة الدنيا اسودت. فتحت عيني ببطء، حسيت بجسمي متجمد، كأن حد رابطني في مكاني. كنت جوه الأوضة، بس كل حاجة كانت غريبة. لون الحيطان أغمق، العفش شكله قديم ومتآكل. قمت بصعوبة، بصيت حواليا لقيت نفسي واقفة قدام المراية، بس الكارثة كانت في اللي شفته جواها. أنا ما كنتش موجودة في الانعكاس. المراية كانت فاضية، كأنها باب لمكان تاني خالص. فجأة لمحت حركة حد كان بيظهر بالتدريج. دي أنا. لا، دي مش أنا. دي بنت كانت شبهي تماما، نفس وشي،
نضيفة وواسعة بطريقة مش طبيعية. رفعت إيدي بحذر واتفاجئت إن انعكاسي ما اتحركش، كأني ثابتة. فجأة طلعت إيدين من جوه المراية ومسكت دراعي. حسيت إن روحي بتتسحب. حاولت أصرخ لكن الصوت ما طلعش. حسيت بجسمي بيتسحب لجوه المراية. كنت بحاول أقاوم بس مفيش فايدة. وقبل ما أخش بشكل كامل جوه المراية سمعت صوت خبط قوي جدا على باب الأوضة. ندى، افتحي الباب، افتحي الباب يا ندى. وده كان صوت ماما. اليدين سابتني والمراية اتشقت كأنها إزاز بيتكسر ووقعت على الأرض. وأنا بتنفس بسرعة قلبي كان هيقف. الباب اتفتح بعنف. ماما دخلت وهي مرعوبة. بصت ناحيتي وبعدين ناحية المراية اللي بقت طبيعية تماما ولا كأن كان في أي حاجة. ماما قالت لي انت بخير؟ كنت بتصرخي، مالك في ايه؟ ببص على المراية لقيت انعكاسي عادي جدا ولا كأن كان في أي حاجة. لكن لاحظت إن انعكاسي كان مبتسم ابتسامة زي ابتسامة البنت بالظبط. فضلت قاعد على الأرض وأنا بتنفس بسرعة شديدة. دماغي مش مستوعبة اللي حصل. ماما كانت واقفة قدامي بس كانت حاسة إن في حاجة غريبة، إن في حاجة مش مظبوطة. سألتني انت كويسة؟ كان صوتها قلقان بس في نفس الوقت كان في حاجة مش طبيعية. حسيت بخوف. بس لاحظت حاجة غريبة. انعكاس ماما مش بيتحرك. قلبي وقع. رفعت عيني وببص لماما الحقيقية اللي واقفة قدامي. بس قبل ما اتكلم مسكت ايدي بقوة مش بشرية وقالت لي انت لازم تاخدي مكاني. صوتها كان عميق وغريب كأنه صوت حد تاني. حاولت أصرخ لكن مفيش صوت طلع. المراية بدأت تتهز والإزاز اتشقق للمرة التانية. حسيت بإيدين مرة تانية طالعة تاخدني وتشدني جوه المراية. كنت بحاول أقاوم بس حسيت بجسمي بيتسحب أكتر وأكتر. في اللحظة الأخيرة سمعت صوت جدتي بتقولي اقري بسرعة أي سورة من القرآن. قريت سورة الفاتحة. بسرعة بدأت أحس إن الدنيا كأنها هتنفجر. كل ما أقول آية كأن الإيدين بتضعف والضوء في الأوضة بدأ يزيد. فجأة حسيت بإيد ماما فعلا هي اللي بتمسكني بقوة وبتشدني بعيد عن المراية. المراية اتكسرت فجأة والإزاز بدأ يطير في كل مكان. صوت صرخة ملا الأوضة وضحك هستيري. وبعدها كل حاجة بقت هادية تماما. فضلت أنا وماما قاعدين على الأرض بنتنفس بصعوبة. بصيت ناحية المراية كانت فاضية بس حسيت إن في حد لسه بيراقبني من جوه. قمت وأنا جسمي بيترعش وخرجنا بسرعة. وقبل ما أقفل باب الأوضة